صباح الخير، صباح الفل، صباح الياسمين، صباح النعناع الاخضر على عيونكم ان شاء الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا اقول لكم على موضوع النعناع وايه حكايته معايا وليه انا سبته يغمق كده بالطريقه ديت. الموضوع ده كبير يا بنات، وتعالوا اعرفوا ايه الموضوع علشان ما تغلطوش غلطتي او مش غلطه بمعنى اصح. ماشي؟ المهم ليه النعناع انا سبته يغمق كده؟ سبت لكم حبه فاتحين وحبه غامقين. ها، المهم هنجيب النعناع نغسله غسله حلوه كده وسبته يتصفى زي ما انتم شايفينه كده. هحكي لكم على الموضوع من اوله لاخره ما تقلقوش. وجبت صينيه نظيفه كده مغسوله وفردت عليها النعناع زي ما انتم شايفين. المهم ليه يا منى سبت طيب النعناع بالطريقه ديت؟ طيب انا رحت سالت العطار. انا السنه اللي فاتت جبت كميه نعناع وكان عندي وحصل لي ظروف. المهم النعناع اسود بالشكل اللي انتم شفتوه دوت. ده الكلام ده كان السنه اللي فاتت، فاضطريت ارميه. قلت خلاص هو باظ. طب باظ؟ لا. بسال الراجل العطار قال لي يا ماما ده ما باظش. بحكي له يعني عن الموضوع يعني. قال لي ده ما باظش، احنا نفسنا بناخد ساعات من بتوع الخضار نعناع بالمنظر دوت بيبقى خلاص بايظ عندهم وهم هيرموه على ان ما حدش هيشتريه. احنا بقى بنمسكه ناخده نغسله ونفرفشه كده ونسيبه يتصفى ونرميه على صينيه بالطريقه ديت ونروح على فين؟ على فين؟ خليكم معايا. على البلكونه كده. ماشي؟ بنحطه بقى في هواء وشمس على حد ما يبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده 3-4 ايام كده وينشف بالطريقه دي. قال لي حرام عليكي، انت رميتي كميه نعناع كويسه جدا جدا جدا، كانت هتنشف لك شويه نعناع حلوين قوي، وكنت هتخليهم عندك تفرزيه، مش يتفرزوا، يتنشفوا من السنه للسنه، تخزنيهم يعني تعملي بقى بيهم محاشي، تعملي بيهم سوائل سخنه في الشتاء، حاجات كده. المهم ان احنا ما بنقدرش نستغنى عن النعناع. فحرام لو النعناع اسود منك بالطريقه دي اوعي تغلطي غلطتي وترميه، لانه هو فعلا بره بيعملوه كده. وناس كتيره قوي بتقولي احنا بنستنى عليه لما يبقى بالمنظر ده. هو ما بص ولا حاجه، انت بتستفيدي منه في كل الاحوال. اخضر هتستفيدي منه، اغمق بالطريقه ديت هتستفيدي منه. المهم انا كنت شلت العيدان بتاعته بعد ما نشف بالطريقه ديت، وبدات ان انا ايه، اي حاجه زي ما انت شايفه كده على ايديا ديت انت بتيجي تروحي تشتريها من العطار بتاخديها زي ما هي كده. يستحيل هتاخدي النعناع اللي احنا هنعمله بالطريقه اللي انت شايفاها. ماشي؟ بمسكه افركه في ايدي فرقه حلوه قوي، اعملي زي ما انا بعمله كده. اهالينا زمان كانوا بيعملوه كده، بيطلعوا احلى نعناع، سواء بقى اخضر سواء اغمقي منك، اعمليه بالطريقه ديت ونشفيه وافركوا الفرقه ديت، وتعالي نصفيه من الاتربه، من القش اللي فيه، من الحاجات اللي هي بتبقى بتشوك ديت اللي بتبقى في العيدان ديت. بصي مش هنخلي فيه اي حاجه، هنخلي شويه نعناع ناعمين. بنعمل ده مره اللي هي اول مره ده الخشن. ماشي؟ باخده بقى انا بعديها كده مره كمان وبيبقى نضيف تماما زي ما هتشوفيه كده. بصي انا بعمله ازاي في الصفايه، ما بخليش فيه اي حاجه، وادي النتيجه بعد مرتين من اللي انا عملته. وزي ما انت شايفه كده نضيف جدا. ده بقى اللي هيترمي في الزباله اللي انت تروحي تشتريها، دي زباله انت بتروحي تشتريها بالفلوس، فحرام. شوفي الشويه دول يعملوا معاكي كام؟ انا الشويه دول كنت جايباهم ب 20 جنيه، يعني 3 و10 عملت ب 20 جنيه نعناع، بطرمان نعناع، وانا كنت عامله ايه بطرمان قبل كده كمان، فبيكفوني صراحه من السنه للسنه، بيقعدوا معايا سوائل بقى سخنه، محاشي، اي حاجه. وده كانت فكره النعناع يا جماعه. لو اسود عندك اوعي ترميها واستفيدي بيها، ما ترميش اي حاجه، حرام، الحاجه غاليه. بصي اهو انا كنت عامله بطرمان قبل كده بس ده كان اخضر، وهدي نتيجتنا النهارده. اديني لايك واديني شير لو الفيديو بتاعي عجبك واستفدت منه.